اقترن المعارض المسلح أسد الإسلام بناشطة شابة تحمل الجنسيتين السورية والمقدونية في إحدى القواعد العسكرية للمعارضة السورية في جبل التركمان، وقد تعاهدا على الإخلاص المتبادل أمام شيخ كتيبتهم بحضور مجموعة صغيرة من الشهود، قائد الكتيبة الذي قام مقام والد الزوجة وبعض المسلحين الذين اجتمعوا على شرفة سطح قاعدة وحدتهم المطلة على إحدى الغابات. أنا أول نزلت بسوريا 2001 على المطار دمشق، ما ذكرت إلى الكتاب جورج أورويل 1984. هذا كانت سوريا. إذا الله أكرمنا بالرجعة إلى قلب اللاذقية لحارتنا بين أهلنا رح نفعلها بإذن الله. حفلة كبيرة رح تكون بأول ساحة اعتصمنا فيها ضد النظام. الزواج هو استمرار للحياة، واستمرارنا للحياة رغم الظلم والقهر الذي يقع على أهلنا وشعبنا، فهذا تحدي للنظام. ويسيطر المقاتلون المعارضون على كل جبل التركمان تقريبا، والجبل محاذ لتركيا من جهة الشمال وللجبل العلوي من الجنوب. ومنذ 9 أشهر تدور اشتباكات عند الأطراف الجنوبية، فيما يحاول مسلحو المعارضة التقدم من الجبل نحو مدينة اللاذقية الواقعة على بعد 50 كيلومترا تقريبا.